السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على الرسول حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا لايك ويشترك في القناة فضلا طبعا منكم وليس أكتر. بس أهم حاجة صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء، وامبارح نزلت لكم الوزن بالعمر 25 يوم. الوزن كان كويس جدا جدا جدا، يعني من كيلو ونص لكيلو 800. الفراخ كلها يعتبر كانت كيلو ونص لغايه كيلو 800. فرخه واحده جت معانا كيلو 300، وفي فراخ جت كيلو 600 وكيلو ونص كيلو 400 اللي حاجه بسيطه. يعني الوزن في العمر ده كويس جدا يا جماعه. المهم النهارده عمر 26 يوم. هنشوف بس الاول الفضلات، لان اهم حاجه في الموضوع ده كله الفضلات. اهي اعزكم الله. طبعا الفضلات بتحدد السقوه او الخلطه. اهي فضلات كويسه جدا جدا جدا. وببص برضو على اي حاجه تانيه اشوفها لكم. في فضلات نازله تحت اهي، بصوا لو انتوا شفتوها تحت في الارضيه الطبيعيه برضو اهي. لو لقينا اي فضلات يعني بتبقى الحمد لله، علشانك مني ايه زي ما قلت لكم ارضيات البلاستيك بتبقى مشكله، علشان بتنزل بالارض الحمام بينزل بسرعه. بصوا يا جماعه اهي برضو اهي لسه حالا اهي. بصوا حتى في الارضيات تحت اهي. لو انتوا شفتوا تحت في الارضيات الطبيعي اهو، الطبيعي تحت باين حتى في الارضيات اهي. بصوا اهي برضو يعني رحت على مكان تاني عشان تشوفوا ماشي اهو. بصوا يا جماعه من بعيد اهو تحت في الارضيات اهو باين. المهم الحمد لله والشكر لله الحمام كويس جدا وطبيعي جدا. في اي تغيير في لون الحمام بنقول، وكل حمام له يا جماعه السقوه بتاعته للخلطه بتاعته كده. يعني ما تسيبيش اي حاجه عند الفراخ الا لما تعالجيها. وحلاوتك ان انت تلحقي فراخك في الاول. فرخ بيسل تلحقيه في الاول قبل ما الفراخ كلها تتعدي من بعض وتسل. فرخ بيعطس تلحقيه في الاول قبل ما الفراخ تتعدي من بعض وتدخل لها تعطس. فانت لما بيبان حاجه على الفراخ وبتلحقها في اولها بتبقى دي حاجه كويسه ليكي وللفراخ عشان ما تخسريش حاجه. طبعا ان شاء الله بامر الله بامرك يا رب. يعني هنشوف هجيب الدوره بتاعت الكتاكيت امتى انا مش عارفه والله، لغايه الان مش عارفه لسه ما ظبطتش المكان برضو. فانت انا وانتوا على الله. طبعا زي ما انتوا شايفين ان كنت عامله من حوالي 3-4 ساعات سقوه خل على عسل ممتازه جدا. والناس المتابعين او اخواتي اللي كتبوا لي في التعليقات على الفرخ اللي كان متكسح ده ومات وقالوا لي اعملي يا ام مصطفى عسل وخلي والحاجات دي، يا جماعه انا والله بعمل وبوريكم انا والله حتى السقوه دي الصبح عسل على خل، يعني من 3 ساعات كده. حتى تبصوا تلاقيها لسه ما خلصتش اهي. عسل على خل. طبعا احنا هنزود دي على دي ونملى واحده ونعمل واحده ثانيه عسل على خل. انا بحط العسل منشط للكبد وبيخلوهم يسحبوا في العلف وبيخلوهم يعني يفتح شهيتهم من الاكل. وفي نفس الوقت الخل مضاد سموم. وزي ما قلت لكم بيشد اي كتل دم في الكبده في لحم الفراخ، وكويس جدا للمعوي. يعني بصوا يعني مش قادره اقول لكم ممتاز جدا جدا الخل. عايزين تزودوا على كل دي خميره عادي تزود الوزن برضه، بس احنا بنقول عسل وخميره. عسل وخميره، مفيش اسهالات حطي عسل وخميره وحلو. يعني مفيش اسهالات عند الفراخ حطي عسل وخميره وحلو. في اسهالات عند الفراخ بلاش ال3 حاجات دول، لان ال3 حاجات دول كويسين جدا في رفع الوزن وبيتحولوا الفراخ بسرعه. كويسين جدا جدا في رفع الوزن. بس بقى لو في اسهالات ما ينفعش ان انت تحطي ال3 حاجات دول. طب ولا حاجه منهم يا ام مصطفى؟ ولا حاجه منهم، ولا حلبه ولا خميره ولا عسل، لا ال3 مع بعض، ولا حتى لو هتحطي منهم حاجه، لانهم بيزودوا الاسهالات. فيا ريت الناس تخش تبص على الحمام، لان انت تخشي تدققي على الحمام دي حاجه مهمه جدا في تربيه الفراخ البيضاء. الحمام ده في ناس بتبقى مكبره دماغها. الناس بتخش مثلا تلاقي فرخه كشه، فرخه بتعرج. بصوا لسه على الفرخه اهي، فرخه كشه، فرخه بتعرج، فرخه بتعطس، ماشي الحاجات دي كلها بتبان. لكن الحمام لو انت ما دققتيش عليه وركزتي عليه ان انت متعمده ان انت تشوفيه، لو انت مش متعمده ان انت تشوفيه مش هيبان معاكي حاجه. لازم تخشي متعمده ان انت تبصي على الحمام
عشان تشوف الفراخ بتاعتك عامله ايه، كويسه او مش كويسه. فان انت تبصي على الحمام دي حاجه مهمه جدا، يعني ان انت تبصي على الحمام دي حاجه مهمه جدا 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 في تربيه الفراخ البيضاء. زي ما بتقوي تهويه كويسه، زي ما بتدفي تدفئه كويسه، زي ما بتنضفي مكان فراخك سواء نشاره سواء تبني سواء ارضيات بلاستيك. دي برضو من اهم اساسيات تربيه الفراخ البيضاء، ان انت تخشي تدققي على الحمام. قلت وما زلت بقول، الفرخ كاشش هيبان قدام، الفرخ بيعطس هتسمعي صوته. لكن لو انت ما دخلتيش اتعمدتي ان انت تبصي على حمام الفراخ وتشوفيه انت بعينك، مش هتعرفي فراخك فيها اصلا. تشوفي بقى ابيض، تشوفي احمر، تشوفي بني، تشوفي اخضر. وعايزه اقول لكم في ناس كتير سالتني عن الحمام الاخضر دي يعني ايه يا ام مصطفى. يا جماعه الحمام الاخضر دي يعني برد. الحمام الاخضر دي عندك المكان كده فيه سقعه فيه برد. والحمام البني دي بقى المكان الارضيه مش نظيفه، الفرشه مش نظيفه او كتمه مكان. الابيض سالمونيلا، الاحمر كوكسيديا. طبعا في بني برضو كوليستيريديا، بس البني ما يخوفش، علاجه سهل وبسيط. هتغلي مثلا ليمون بتاع شاي مثلا، هتحطي ليمونه فريش على الشاي، زعتر، الحاجات دي كلها ما تخوفش. هتحطي مثلا 5 سم فلاجيل بشري على لتر ميه. فلازم تخشي تدقي تشوفي الفرخ لونه مزرق، جسم الفرخ مزرق معاكي. جسم الفرخ لو مزرق معاكي اعرفي ان كتمه مكان او سموم في العلف. وقلت قبل كده الحاجتين المهمين دول برضه. تربيه الفراخ البيضاء بحر، وعايزه اللي يفهم، وعايزه اللي يفهم ويركز ويبقى عارف هو جايب ايه وبيعمل ايه ويدقق على ايه ويبص على ايه ويركز على ايه علشان تعدي معاكي بسلام. فبرضه ان انت تخشي تبصي على لحم الفراخ او جسم الفراخ مهم جدا، لان بيبقى في فراخ جسمها مزرق، في فراخ تخش تلاقيها ميته على ظهرها جسمها مزرق، المكان مكتوم عليهم احتباس حراري وممكن يكون سموم في العلف. فلازم تظبطي التهويه مع التدفئه، وبعدين تظبطي امورك في موضوع اللي هو الايه مضاد السموم اللي هو من البيطري ده. حطيتي الجرعه بتاعه تغيير العلف ما تسكتيش بقى. مش حطيتي الجرعه اثناء تغيير العلف يبقى كده انا خلصت، كده انا تمام. لا طبعا، اقل حاجه يومين في الاسبوع مضاد سموم من البيطري، او يومين في الاسبوع خلي 5%، والخل ما يبقاش 2.5%. الخل اللي تجيبيه يكون 5%. وهتحطي من عمر يوم لعمر 20 يوم 5 سم خل على الايه على لتر ميه. من عمر 20 يوم لغايه اخر الدوره لغايه ال 40 يوم او حسب ما انت هتذبحي على عمر كام يوم 10 سم خل على لتر الميه. الحاجات دي مهمه جدا عشان تشوفي شكل الفراخ من بعيد زي ما انا شايفاها كده. بصوا زي ما انا شايفاها كده شكل الفراخ اهي. بصوا الحمار بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا الفراخ اهي، بصوا الفرخه بتبقى باينه اهي وهي بتاكل وهي بتشرب، مش مزرقه، مفيش زرقان اهي. فمهم جدا يا جماعه ان انتوا تدققوا على اللحم بتاع الفراخ. بصوا بوريكم برضو بنقل الكاميرا اهو في كل مكان. بصوا مهم جدا الحاجات دي يا جماعه، مهم جدا جدا. فيا ريت الناس اللي بتخش تكبر دماغها من الحاجات دي كلها تركز عليها. تركز، انت لو ركزتي على الحاجات دي كلها تهويه وتدفئه وفرشه نظيفه وحمام الفراخ وصوت الفراخ لو بتعطس وجسم الفراخ لو مكتوم او مزرق، الحاجات دي كلها مهمه جدا. الفراخ بتاكل ما بتاكلش، السقايه دي ممكن تكون مسدوده، ممكن تحطي سقوه تسد السقايه تلاقي السقايه مسدوده، تبصي على السقايه فيها ميه ما فيهاش ميه، العلف كويس العلفات كويسه مش كويسه. في حاجات كتير لازم تدققي على الفراخ في تربيتها، مش ان انت تخشي تحطي ميه وعلف وتخرجي. لا طبعا، يبقى ما نقنيش فراخ بيضه بقى. لازم ده الفراخ دي يعني بحر واسع، وتربيه الطيور عامه. بس احنا بنركز على الفراخ البيضه ليه؟ عشان الفراخ البيضه ما عندهاش مناعه خالص دون عن اي نوع طيور في الدنيا، مناعتها قليله جدا. عشان كده تربيتها حساسه وعايزه اللي يفهم لها وعايزه اللي يركز معاها وعايزه اللي يتابعها ويوليها. ماشي يا حبايبي؟ خليكم معايا بقى. هنعمل ايه؟ هنزود السقايه دي على السقايه دي نملاها ميه، ونفضي سقايه نغسلها ونحط فيها برضو عسل وخل. وطبعا انا مش هعمل اي حاجه ولا احط اي اعشاب، ازود العلفات. اللهم صل على سيدنا محمد على بس. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين حطينا السقايتين اهو، وطبعا الثلاث علفات اهو. وللامانه حطيت نشا بس على العلف، للامانه حطيت نشا بس على العلف،
والميه خل وعسل. زياده عن كده ما حطيتش اي حاجه للفراخ. الفراخ اللهم صل على النبي بتشرب اهي، وفي اللي بدا ياكل. وزي ما انتوا عارفين يا جماعه، ومازلت بقول ما بجوعش، وما زلت بقول لا بجوع ولا بعطش. جميع طيور مش دي بس. وزي ما قلت لكم للضروره، جوعت للضروره، عطشت للضروره. اعمل سوا في حاجه، في اسهال ساعه واحده، في برد اعمل خلطه ساعه واحده. التجويع او العطش. لكن في الصيف نجوع وما نعطش. يعني في الصيف جوعي وما تعطشيش. لكن ما ينفعش في الصيف الميه تتشال من قدام الفراخ البيضه لو 3 دقايق تموت. ما يستغنوش عن ميه في الصيف. احنا كمان ادمين ما نقدرش نستغنى عن الميه في الصيف بس. لكن شتاء جوعي وعطشي، صيف جوعي بس. ماشي. يلا حبايبي، ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم. بس بالله عليكم شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.